جاي من البلاد البعيدة، لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا. انا اسمي شريف عواد، وطبعا بحب المزيكا بس بحب الاكل، فبحس بالمتعه واحنا بنعمل الاكل. حاجه جميله بنطلع فيها الحاجه اللي احنا عايزينها، فالحمد لله احنا بنقدم لقمه نظيفه كانها بيتي، وبنعملها اوبن كيتشن في الشارع، مطبخ مفتوح، والناس بتشوف ويعجبها الحمد لله اكلنا ونظافتنا، فالحمد لله يعني ده على كل شيء. قصه المزيكا على الفحم هي ده اسم البراند بتاعنا، وتطبيقه ان احنا نعمل الاكل بتاعنا بنغم المزيكا وطعم حلو واكل في نفس الوقت هيلسي على الفحم، فاحنا عملنا البراند بتاعنا مزيكا اللي هو انا بغني، وفي نفس الوقت مزيكا على الفحم، اكل يعدل المزاج، فاكل طلع بحب قبل اي شيء. جالت لي بريدك يا ولد عمي، تعدوق العسل سايل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده انا حلت ابوي وامي. موهبه الغنى من وانا صغير، مثلا عندي 11 12 سنه، حتى كانوا ملقبيني بالعندليب في البيت، فاتطورت بقى. كان معايا عم سامي الله يرحمه، كان هو اصلا بيلعب عود، فابتدى معايا طبعا بالتراث القديم، عبد الوهاب، عبد الحليم، مزيكا بمعنى صح، فن وهدف وكلمات ولحن. وانا كملت بعديها بقى واشتغلت شويه، رحت فرقه مدح، اشتغلت على نفسي، يعني ان انا كنت حابب اتعلم مزيكا واتعلم مقامات، وفي نفس الوقت طبعا احنا ما ينفعش يعني المزيكا دي حاجه انا حبيبها، ده هوايتي، لكن الاساسي عندي طبعا هو الاكل، ان انا اعمل نفسي براند، نعمل اكل صحي وحاجه كويسه جدا وتعجب الناس، وفي نفس الوقت برده ما نسيتش الهدف بتاعي، بطبقه معايا. اصل التفاصيل اجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها، وتريك انت يا حبيبي، انت اللي محليها حياتي، انت محليها، انا من غيرك بتوه دوهان، انا من غيرك ماليش عنوان. يا ترى انت زي كمان، زي كمان مشتاق لزمان. دي فراخ مشويه احنا اللي متبلين، الحمد لله حاجه مختلفه جدا جدا، ده حجم الحاجه.